اسمحوا لي ارحب بضيفي الكريم الاستاذ عماد عبد الفتاح الخبير القانوني، والحديث عن اهم مواد الدستور الخاصه بحقوق المراه. كلمنا عنها يا استاذ عماد. بسم الله الرحمن الرحيم. اتشرفت بحضرتك واتشرفت بالبرنامج. اهلا. هو احنا عملنا مقارنه بسيطه ما بين الدستور اللي كان صادر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، نعم، وما بين الدستور او لجنه ال50 اللي بتعدل دلوقتي. أيوة. بس احنا ما قدرناش نحصل على التصويت داخل لجنه ال50 نفسها، لان التصويت سري وكل ده تسريبات، فالواحد ما يقدرش يعني يقول يجزم ان ده تعديل صحيح. انما هنعتمد على لجنه ال10 اللي هي اصدرت الدستور في الاقتراحات الدستوريه قبل ما تحيلها لجنه ال50. هو في تعديل وحيد خاص بالمراه. تعديل وحيد يعني عن دستور 2013 ان شاء الله لما يصدر. اعتقد ان هو هيبقى اسمه دستور 2014 لان الاستفتاء على ما يجي ممكن يكون في شهر واحد. ودستور 2012 اللي هو دستور مرسي. المساواه خلى الماده 10 اللي كانت بتهتم تكفل الدوله حمايه خدمات الامومه والطفوله بالمجان والتوفيق بين واجبات المراه ونحو اسرتها وعملها العام، زود فقره بسيطه جدا. ايوه. اللي هي بتقول في مساواة الرجل بالمرأة في جميع ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. طيب الكلمة دي او التعبير ده تداعياته ايه على ما هو موجود اوريدي بالنسبة للمرأة؟ هيضيف لها جديد ايه؟ هيضيف لها انها ممكن تاخد يعني مثلا في الدستور القديم نسيت اقول لحضرتك في التعديل نفسه ان هو قال بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. ايوه. ففي اختلاف من حزب النور فيها برضو، اللي هو واقف لنا دايما على طول يعني في كل حاجه، ان المراه لا ولايه للمراه. لا ولايه للمراه. حزب النور بيقول الكلام ده، لا ولايه للمراه. مع ان مفتي الديار المصريه اجاز المناصب القياديه والولايه للمراه. الشريعه مناهج. او الشريعه يعني مناهج بتختلف يعني في الاراء او اراء وفقهاء وبتختلف من دراسه لاخرى. اختلاف ما هو طبعا بيقولوا طبقا للشريعه الاسلاميه، والشريعه الاسلاميه بتختلف، يبقى يجوز. ايوه في اراء بتقول يجوز تولي المراه لرئاسه الجمهوريه مثلا، وفي اراء بتقول لا ولايه للمراه. فبالتالي حزب النور معترض على ايه؟ على ان مثلا انا طبقا للدستور الجديد يجوز للمراه انها تتولى رئاسه الجمهوريه. ايوه، وده مزعل. طبعا. لان لا ولايه للمراه. فهم يعني ده اعتراضهم. بيقول لك طبعا الشريعه الاسلاميه. طب نرجع لانهي مذهب؟ مذهب الحنفي ولا الحنبلي ولا المذاهب الفقهيه كتير؟ احنا عندنا 4 ولكن هم بيتخذوا المذهب الوهابي. وده مش بيحرم، بيحظر او يكره. والله واحدة ممكن تقول لك لو حد من المواطنين طالما الشريعة يعني بيجوز ان انت تعمل بأي من هؤلاء وفقا لأي من هؤلاء الفقهاء، لان الدين رحمة، وطالما الدين سمح لنا بده، فيعني هم وهابيين او بيدينوا بايه او بيتفقوا على ايه، يبقى دي مشكلتهم هم. ماشي يا فندم، بس هم بيمثلوا برضه شريحه كبيره من الشعب، مش عدد قليل يعني. يبقى الحل ممكن يكون ايه تفتكر؟ هيبقى في الحديث الاخير ما اللي عايز يترشح والمواطن يختار يعني. انا شايف ان في الست ديت ممكن انها تكون رئيس الجمهوريه، هل هي موافقه؟ انا رئيسه البرازيل وطلعت من بعد رئيس البولا قبل الرئيسه ديت. ايوه، في البرازيل طلع بيها في مسافه 10 سنين من مصاف الدول المفلسه لمصاف الدول المتقدمه. كانت على راس بلادها فعلا، ونقلتهم نقله كبيره قوي. ما فيش مانع ان المراه تتولى جميع المناصب القياديه، وخاصه برضو منها برضو مختلفين على تولي المراه لمنصب القضاء. ايوه، مناصب لان هي طبقا للماده الجديده في الدستور فان المراه ممكن تتولى جميع المناصب السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، لكن ليست على بالنسبه للقضاء ولا بالنسبه لرئاسه الجمهوريه. ده اعتراض حزب النور. اللي هو بيقول لك الفقه الوهابي عندهم بيمنع تولي الولايه للمراه. وكمان بيمنع تولي الولايه للمسيحي كمان، بيقول لك لا ولايه للمسيحي على مسلم. طيب هل في اي شيء جد بالنسبه لقوانين حقوق المراه مثلا اللي كان سامعين جدل حوالين قانون الخلع؟ واحنا طبعا كنا بصدد الحديث عن الطلاق دلوقتي. هل في حاجه ممكن بخصوص هذا الماده، بخصوص هذا الموضوع؟ هو عامة مفيش أي تعديل في الدستور، لأن هو الدستور دلوقتي هو اللي بيتعدل، مفيش قوانين اتعدلت لسه من أيام مرسي لحد النهارده، أو من أيام ثورة 25 يناير. كل حضرتك ممكن تكوني سمعتين إن في تعديل في قانون الخلع أو في تعديل سن الزواج أو الكلام ده، كلها إشاعات، ملهاش مصدر صحيح، ملهاش أي مصدر تثق فيه، أو إن أنت تقول إن ده المصدر ده صحيح. ما تعدلش أي قوانين على مصر كلها، إلا حاجة واحدة بس اللي أنا كنت المفروض أتكلم فيها، اللي التظاهر. قانون التظاهر هو ده اللي فيه جديد، هو ده الوحيد اللي فيه جديد، وأسوأ من قانون المستشار احمد مكي اللي كان عامله في عهد مرسي. يعني انت مش راضي عنه يا فندم؟ ما ينفعش. طبعا ايه؟ ما كلمني عنه عشان نعرف الناس ايه التحفظ على ايه.
حضرتك هو قانون التظاهر اللي اصدروه حوالي 22 ماده، منهم حوالي 6 مواد ما ينفعوش يطبقوا على ارض الواقع. انا بعيب على حكومه جت بالتظاهر، حكومه قالت ان جايه بعد المفروض انها حكومه ثوره انها تعمل قانون زي ده. طب برضه اديني اكتر التحفظات على اي مواد بالظبط عشان نكون دقيقين. طيب حضرتك احنا هنبدا. انت بتقول في 6 مواد لا يعني ما ينفعش يطبقوا. الماده 4 من القانون او المشروع بالقانون، على فكره مجلس الفتوى والتشريع هيصدر فيها راي بكره اللي هو السبت يعني. المظاهره هي كل تجمع ثابت لافراد او مسيره لهم في مكان او عن طريق عام يزيد عددهم عن 10. يعني 11 فرد اصبحوا مظاهره. مش عايز اقول لحضرتك يعني مثلا جرت العاده على ان العدد بيكون كام؟ لا هو ما تحددش عدد قبل كده ما يعني المستشار احمد مكي عمل يعني اللي احنا كنا مش موافقين عليه اصلا، وقلنا ان ده تقييد لحد التظاهر. كان احمد مكي تقييد لحق التظاهر، انما القانون اللي صادر حاليا هو منع حق التظاهر. يعني حضرتك انت عارفه المشروع ميكروباص 14 فرد في مكان عام. هو بيقول لي 11، بيقول لي يعني 10 بقيت خلاص. طيب ايه تاني من المواد اللي بتحفظ عليها؟ اللي هي الماده 10 بتقول لوزير الداخليه او مدير الامن الحق في الغاء المظاهره لو نمت اليه معلومات ان المظاهره غير سلميه. نمت اليه معلومات يعني لسه ما بناء على تحريات، واحنا عارفين ان الشرطه ما رجعتش بكامل قوتها او يعني شايف ما كانش في تطهير، ان ده بيجور على حق التظاهر بان هم ممكن يلغوها على حد مجرد الاعتماد على بعض المعلومات اللي بتصل بعض المعلومات. وبعدين كمان في الماده 14 يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرما امنا معينا امام جميع المواقع لا يقل عن 50 متر ل 100 متر. يعني تحديد اماكن للتظاهر. لا يا فندم، ده لسه تحديد اماكن للتظاهر دي اسوأ. دي الماده 14 ان انت مثلا قدام مبنى التلفزيون ما تقربش منه مثلا من 50 ل 100 متر. انا عندي شوارع في اسكندريه ما تسمحليش ان انا مثلا اتظاهر قدام مبنى التلفزيون هنا قدام حضرتك اقف 50 اقف على البحر يعني عشان اوصل صوتي لان انا بتظاهر ضد مبنى التلفزيون. اصلا التظاهر ده يعني حق مكفول بموجب الدساتير العالميه وموجب الاتفاقات والحقوق الدوليه اللي موقعه عليها مصر. انت ازاي تحرمني منه؟ انت بتحط لي قيود بحيث ان انا ما اتظاهرش اصلا. يعني انا عايز اوصل صوتي. طيب هو طبعا احنا لسه بنتكلم ان دي المواد دي ليست نهائيه وهي دي مجرد تكهنات. لا مش تكهنات يا فندم، ده مشروع بقانون. يعني المفروض ان كانت بعت لولا برضه بعض الاعتراضات من القوى السياسيه كانت بعت لرئيس الجمهوريه وقع عليه. واخد بال حضرتك؟ انا يعني الحكومه عندنا بتقول لك انت لازم زيها زي الدول المتقدمه. ماشي، انت عايشني زي الدول المتقدمه، انت اديني دخل زي الدول المتقدمه، وان نزلت في الشارع اضربني بالنار. انت ما تجيش تساويني انا مواطن يعني حد الادنى دولار في اليوم وتيجي تقول لي لا اصل الدول المتقدمه بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا. انا مالي ومال بتعمل كذا؟ انت عايشني في المستوى ده وانا مش هتظاهر صدقني. انا بتظاهر ليه؟ بطالب بحق، بطالب بعداله اجتماعيه، انا عايز عداله اجتماعيه. تيجي تقول لحضرتك وهي الثوره قامت عشان كده اصلا وما حققتش اهدافها ولسه ما حققتش اي هدف من اهدافها. والحكومه الموجوده انا بعيب عليها ازاي تعمل قانون زي ده؟ ازاي انا اتظاهر قدام المجلس المحلي اللي هو في حضرتك عارفاه في العطارين؟ نعم. اتظاهر قدام اوصل صوتي، انا عايز اوصل صوتي للموجودين في المجلس المحلي. لازم تكون على بعد قد ايه؟ 50 ل 100 متر. اروح فين؟ 50 ل 100 متر. اروح فين؟ يعني معنى كده انا ممكن اتظاهر عند شارع فؤاد. صعب تطبيق. انا اوصل صوتي ازاي؟ صعب تطبيق. وبعدين الحكومه اللي عندنا انا هاخد اللفظ اللي قاله محمد مرسي جلدها سميك. يعني مش بتسمع بسرعه. انا اسمعهم ازاي؟ انت بتدوني يعني مثلا احنا من خلال الاعلام بنعرض كل وجهات النظر سواء كان هناك تحفظات على بعض المواد لعل انها تصل يا فندم. ما هو ما ينفعش يعني بص حضرتك يعني المنطق بيقول ان القانون ده استحاله يتطبق، استحاله حتى عمليا. انا هتظاهر يعني وكمان الماده اللي هي ال 15 الماده 14 والماده 15 حدد للمحافظ مكان في كل محافظه ان هو ده يتظاهروا فيه. غير ما اشترطش عليها مثلا المكان ده يكون قريب من المواصلات بعيد من المواصلات. هل الحكومه هتسمع؟ هل الحكومه مش هتسمعني؟ هو انا بتظاهر عشان اوصل صوتي للحكومه. هو ده الهدف من التظاهر. بقول يا جماعه انا عندي مشكله في كذا كذا كذا. انت لو سمعتني من الاول اصلا من مقدم يعني مجرد ما اقدم شكوى خليها تدرج. لكن انت مع تحديد اماكن للتظاهر ولا مش؟ لا يا فندم ما ينفعش. يعني اقول لحضرتك انا كنت انتقدتها في حلقه سابقه مع حضرتك برضه
في دستور الاخوان نعم. ان هو كان محدد اماكن للتظاهر في نفس في الدستور. جاي انت النهارده تحطني برضه في نفس الموقع وفي نفس المكان حتى بعد انتهاء حكم الاخوان. حتى بعد انتهاء حكم الاخوان طبعا يقول لي ظاهر. طب انت بتنادي بايه علشان نتلافى ده ونوصل صوتنا؟ يعني هل انه يطرح قبل ما يعني الاستفتاء، قبل ما يطرح الاستفتاء لازم ان ينظر نظره ثانيه، يطرح للحوار المجتمعي اكتر؟ هو دلوقتي حضرتك المفروض ان هم الحكومه اصدرت قرار بطرح القانون التظاهر للحوار المجتمعي، لكن حد سمعنا؟ ما حد سمعنا. احنا بنحاول اهو نوصل صوتنا عن طريق اراء حضرتك لعلها توصل ان شاء الله. المنطق ويكون في كلام المنطق يقول ان ما ينفعش ان انت تحط قانون تظاهر وانت يعني جايب التظاهر. انت جايب التظاهر، والحكومه اللي جت كلها جت بناء على مظاهرات. انا عايز الحكومه تسمعني، عايز الحكومه تنظم حق التظاهر، تخليه موجود، ولكن يكون في بعض التنظيمات يكون بالراحه، بيكون بهدوء. اعرف ازاي انظم المظاهره، اعرف ازاي يكون المسؤولين عنها موجودين فعلا، يبلغوا فعلا الامن بميعاد المظاهره ومكانها والكلام ده. واي عقوبات موجوده في القانون ده فهو بتصدى لها قانون العقوبات اصلا. اي عقوبه يعني بيقول لك مواد العقوبات اللي هي الماده 18 يعاقب بالحبس او الغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه كل من خالف الماده 5 و14 و15 اللي هي قطع الطرق. ما هو القانون نفسه، القانون العقوبات بيمنع قطع الطرق وبيعاقب عليه. حمل سلاح موجود في قانون العقوبات بيعاقب عليه. تعطيل المواطنين برضه بيمنع قانون العقوبات بيعاقب على تعطيل مصالح المواطنين. يعني قوانين اوريدي موجوده في الدستور. وبعدين حطت الغرامه من 50,000 ل 100,000. مين هيتظاهر؟ على العموم احنا بنحاول من خلال لقاء حضرتك نوصل صوتنا للمسؤولين وللجنة ال50 حول التحفظات الكثيرة حول كثير من المواد في قانون الدستور، ونتمنى انهم تلقى اذانا صاغية. مشاهدينا الاعزاء، في نهاية هذه الفقرة بشكر ضيفي الكريم الاستاذ عماد عبد الفتاح الخبير القانوني، ولنا لقاء اخر ان شاء الله طبعا ولقاءات حوالين الدستور. مشاهدينا الاعزاء، طبعا واحنا بنختم لقائنا بيكم حابين نفكركم ان احنا ايام بسيطة ونحتفل بذكرى غالية على قلوبنا جميعا، ذكرى الاحتفال برأس السنة الهجرية. يا رب يعيد علينا هذه الايام بالخير وتكون سنة سعيدة نكون نستعيد فيها ونعلم ولادنا ان احنا مع كل مناسبة جميلة لازم نقف عندها ونوجه ولادنا ونفكرهم ونوعيهم ونعلمهم ان هذه المناسبات مش مجرد بس نسمع فيها اغاني حلوة وخلاص، لا، لازم نعرفهم ايه هي الهجرة وايه هي الدروس المستفادة من الهجرة النبوية علشان نتأسى بأخلاق نبينا وهدينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اجعلها سنة خير على مصرنا الغالية ويأمننا في أوطاننا بإذن الله. مشاهدينا الأعزاء، تحيات أسرة الإعداد أماني عزت وسامي راضي، والإخراج سوزان عباس ووفاء العوفي، وتحيات وفاء البنا. السلام عليكم. اللهم اقبل اللهم ارحم شقايا يا عالم كل الخفايا، إن كنت ضليت في عمري
الآن